كنتمنى دائما تكونوا بألف خير وعلى خير. واليوم ان شاء الله مع فيديو جديد ومع شهوات جدادين غادي نشارك معكم الطبيله اللي حضرت لضيافي، طبيله اللي راقيه وفيها وصفات اللي سهله. فكنتمنى ان هاد الوصفات هادو ينالوا الاعجاب ديالكم، فنخليكم الان مع المقادير وطريقه التحضير ديال هادشي اللي وجدت للضياف، وكنتمنى انهم ينالوا اعجاب ديالكم كيف ما عجبوا الضياف ديالي. فبسم الله على بركه الله. اول حاجه بديت بها هي اللحم. عندي هنايا البيستيك خديته وزدت عليه شويه ديال البصله مشلضه مع شويه ديال المعدنوس، وغادي نتبلهم بشويه ديال سكينجبير مع شويه ديال التحميره وشويه ديال الابزار وشويه ديال الملحه وواحد طريقه ديال الهريسه، والهريسه كتبقى على حسب الذوق. غادي نزيد واحد تعصيره هكا ديال الليمون الحامض مع شويه ديال زيت بلديه صافي، وغادي نحرك الكل مزيان حتى كتشرمل لنا مزيان. هاد البيستيك هذا خصنا نحلوه هكا باش كامل يتلبس لنا بداك الشرموله ويجي بنين، وكذلك كيولي فتي ملي كيدخل فيه الشرموله مزيان فهو كيفتى. فعلى داك الشيء كنسبقوه، هو الاول سبقته هكا شرملته صافي. غادي نغطيه بالفيلم اليمونتير وغادي نخليه على جنب حتى الوقيته ديال المغرب. دابا غادي ندوزو باش نحضروا البسيطلات صغارين ديال الدجاج. خديت هنايا جوج صدور ديال الدجاج، تقريبا عندي الوزن ديالهم 900 غرام، حيت صدوره كبارين، وزدت معاهم كيلو ديال البصله اللي خديتها شلطتها، وثلاثه ديال الدريسات ديال الثومه، وربيطه ديال المعدنوس خديتها وقطعتها. غنزيد التوابل الابزار ولا الفلفل الاسود، الخرقوم ولا الكركم. غادي نزيد كذلك سكينجبير ولا الزنجبيل، كل حاجه منها معلقه معلقه، والملح بطبيعه الحال تيبقى على حسب الذوق، ونص معلقه صغيره ديال القرفه. غنزيد شويه ديال الزيت البلديه، تقريبا واحد الكاس صغير حيت خاص تكون فيها شويه خير الله ديال الزيت، فزدت تقريبا واحد الكاس صغير ديال الزيت بلديه صافي. وكنديها هكا فوق البوطه وتنبقى كنشحر في داك الدجاج حتى كيطلق لنا الماء ديالو. داك البصله حتى هي كتنزل وكتطلق الماء ديالها. ملي كيتشحر مزيان وكيولي لنا على هذا الشكل هذا فصافي، من بعد غادي نزيد له الماء الكافي اللي غادي يطيب لي فيه هاد الصدر ديال الدجاج. بطبيعه الحال ممكن تستعملوا كذلك الدجاج عادي، يعني الدجاجه تاخذوها تفصلوها وديروها هكا كطيب بنفس الطريقه بنفس المقادير. فصافي كنبقى كنطيب في داك الدجاج، يعني كنقص عليه العافيه وكنخليه يطيب على راحته حتى كيطيب لنا داك الصدر. ها هو دابا طاب، غادي نزولوه من داك المرقه. والان غادي نبقى كندغمر في داك المريقه، يعني كنبقى ندغمر فيها ندغمر حتى كتوقف في الزويته ديالها، ما كتبقاش نهائيا فيها قطره ديال الماء، يعني كتعلك داك البصيله كترجع واقفه في الزويته، ما كتلقايش نهائيا الماء. هي كتاخذ شويه ديال الوقت وكتخصك تبقاي ديما مقابلاها، يعني يديك عليها خاصه فين كتبقى صافي كتنشف. الا غفلتي عليها غير شويه فهي كتلصق وكتحرق. غادي تبقاي هانتينا تبقاي كتحركيها حتى كتوصلي لهاد الوقيته هذه فين صافي كتبقى كتبان لك غير الزويته هكاك مستيه من الفوق. غادي نزيد عليها 5 ديال البيضات. دابا على داك البصيله من بعد ما هكا دغمرات غنزيدو عليها 5 ديال البيضات ونحرك مزيان، وعاوتاني البيض غادي نبقى كنطيبو حتى كيولي مفرتت، حتى كنشوفوه هكاك صافي راه طاب وبقى مفرتت، يعني ماشي ملبق مع بعضياتو، تيجي هكاك مفرتت لنا، فكنعرفوا بان البيض صافي راه طاب. انا ما كنحتاج نديرها لا في الصفايه لا حتى حاجه، حيت كتكون اصلا ما فيهاش ما تصفي، يعني الماء وما فيهاش نهائيا حتى قطره ديال الماء ما فيهاش، فمباشره هكا كنخدم بها وكتبقى المذاق ديالها كيجي كيحمق. فصافي خليت الضميره ديالي على جنب كتبرد، وخديت هنايا صدر ديال الدجاج بديت كنفرتوه هكا، نفرتوه بيدينا ولا بجوج فرشيطات، المهم كيخصنا نفرتوه صافي. وغادي نخليهم على جنب كيبردوا. وفي هذه الاثناء انا راني كنت دايره اللوز، سلقته وفسختو وحمرته في الفران، دهنته بالزيت وحمرته في الفران. فين ما كنخرجو من الفران كنخليه حتى كيبرد، ومن بعد كنطحنوه في الطحانه كيتهرمش لنا رقيق. من بعد كنزيد عليه 3 ديال المعالق كبار يكون عامرين مزيان ديال السكر كلاصي، ونص معلقه كبيره ديال القرفه، وتقريبا واحد 3 ديال المعالق كبارين ديال الماء زهر، وكنرجع كنطحن كلشي وهكا كيكون عندي الشكل ديالو. دابا غادي نخلي هادشي كامل على جنب، وغادي ندوز دابا للتحليه اللي غادي ندير واحد ميني كيك معمر بالكريمه ديال الحامض. خديت واحد الاناء درت فيه 2 بيضات مع كاس الا الربع ديال السكر سنيده وقبيصه ديال الملحه، وبقيت كنطرب مزيان هذا البيض هذا حتى كيضاعف لنا الحجم ديالو.
فمن بعد ما كيضاعف الحجم ديالو غادي نزيد عليه تقريبا كاس الا ربع ديال زيت المائده ولا الزيت النباتيه. انا كنطرب وانا كنزيد داك الزيت صافي. وغادي نزيد كذلك علبه ديال الياغور وكذلك نص معلقه صغيره ديال البودره ديال الفاني. غادي نرجع نخلط كلشي وصافي. وغادي نزيد الطحين بطبيعه الحال غادي نغربلو تقريبا هنايا في الطوطال غادي نحتاجو كاس كامل والكاس الثاني يعني قل ربع، يعني 2 كيسان قل ربع. فغادي نغربل الكاس الاول وغادي نزيد خماره بوزن 8 غرام. انا كانت عندي خماره كبيره ديال 16 غرام فدرت فقط نص ديالها. وغادي نخلط هكا هذا الخليط هذا حتى كيندمج لنا داك الطحين مع باقي المكونات. وعاد غادي نعاود نزيد كاس الا ربع واحد اخر. وتيبقى عندكم ميزانكم على الخليط ديال الكيك ديالكم كيفاش داير، ما خاصوش نهائيا يجي ثقيل. الا جا ثقيل فداك الكيكه ديالكم غادي تجي ناشفه ويابسه. صافي انا زدت كذلك هنايا ما تبقى لي من الطحين، رجعت خلطت كلشي صافي. وكتكون عندنا العجينه راها واجده اولا الخليط ديال هذا الكيك راه واجد. غادي ناخذ هاد القوالب هادو الصغارين اللي فيهم بحال مول العجيب هكا صغيورين، غادي نرشهم بهذا الرشاش هذا اللي ما كيخليناش الكيكه تلصق. ممكن كذلك دهنوهم بشويه ديال الزبده وغادي نرشوا عليهم كخطوه اختياريه. غادي نرش عليهم شويه ديال اللوز ايفيلي بهذا الشكل هذا صافي. وغادي نبقى كنفرغ في الخليط ديال الكيك ديالنا في داك القوالب. وانا في هذا الاثناء عندي الفران مسخنه على 180 درجه، العافيه كتكون من التحت ومن الفوق. وغادي ندخل هاد لي كيك هادو غادي ندخلهم من الفران حتى كيتحمروا لنا ويطيبوا وتنخرجوهم. تقريبا غادي ياخذوا لنا واحد 20 دقيقه في الفران. بطبيعه الحال غادي نديروهم في الرف الوسطاني، ما نديرهمش عاليين بزاف باش ما يتحمرش الوجه دغيا ويتحرقوا لنا من التحت. فصافي هنايا عطاتني انا 9 ديال الميني كيك، كان كيحسبها تخرج لي 10 ولكن خرجت لي غير 9 ديال الكيكات صغارين. خليتهم في المول ديالهم تقريبا واحد 5 ديال الدقائق حتى بردوا لي شويه. من بعد ديموليتهم ودرتهم فوق واحد الشبيكه هكا باش يكملوا التبريد ديالهم. فصافي الكيكات خليتهم كيبردوا على جنب. وهنا دزت باش نحضر معكم الكريمه. انا غادي نقول لكم لحقاش كان كيحسب لي واش كنصور ساعات الكاميرا كانت واقفه. المهم درت فيها نص سيطرو ديال الحليب وزدت معاها 3 ديال المعالق كبارين ديال السكر سنيده و3 ديال المعالق كبارين ديال النشا، ما يكونوش معنفرين بزاف يعني المهم ماشي مقاببين. زدت معاها المهم 3 ديال المعالق كبار ديال النشا وخلطت كلشي بارد في بارد ورديتهم فوق البوطه. انا كنحرك دائما وهو تيطيب حتى كيدير لنا فقاعات هكا وكنزولوه مباشره. كناخذوه تنكون راني موجده عندي واحد 2 ليمونات عصرتهم تقريبا عندي 100 مليلتر ديال العصير ديال الليمون الحامض. مباشره كنكبو فوق هاد الكريمه هادي كنخلطها مزيان وتنفرغها في داك القوالب ديال الكيك اللي عندنا بهذا الشكل هذا. غير هي ضروري ما تخليوش داك الخليط ديالكم اولا داك الكريمه حتى كتقال بزاف وكتعقد، فما غاديش تجي التكستور ديالها ما غاديش تجي زوينه وكذلك غادي تجي ملبقه ما غاديش تعطي منظر زوين للكيكه ديالكم. فصافي بعد ما كنعمر هاد لي ميني كيك كنخليهم على جنب حتى كيبردوا لنا وكتجمد داك الكيكه هذيك. عاد كندوزو باش كنزينوهم. بطبيعه الحال هنا الكريمه كانت تبقات لي وهاد الكريمه هذه ممكن ديروها غير هكاك كتجي غزاله غير ديسير هكا. شحال مره انا كنصوب ديسير بالحامض كيكون غير هكا بهاد الكريمه كيف ما درت لكم ما فيها حتى شي حاجه كثيره غير الحليب والنشا والسكر والعصير الليمون حامض وكتجي غزاله كيف ما شفتو. كبيتها في الكيسان وخليتها على جنب كتبرد. دابا غادي ندوز باش نبقى نوجد هكا البسيطلات ديالي. هنايا خديت الورقه ديال البسطيله هذه اللي بهذا الشكل هذا بحال ديال الشينوا، غير هي الماركه ديال افنان. وصراحه هاد الماركه ديال هاد افنان هذه كتعجبني بزاف في الحوايج ديالها كاع ماشي غير في الورقه يعني كاع في الحويجات ديالها عندها داكشي مزيون ونقي. فصافي خديت هكا الورقه درتها في واحد المول ولا اطار ديال هادو اللي كنصوبوا بهم الحرشه صافي. ودهنت الورقه مزيان بالزيت ودرت واحد الطبقه الاولى ديال اللوز، من بعد درت شويه ديال الدجاج ومن بعد شويه ديال الخليط ديال البيض والضميره ومن الفوق عاوتاني كندير الخليط ديال اللوز. كيجي هكا معلك يعني داك البسيطله هكا كتجي معلكه غزاله كتجي من التحت العقده ديال اللوز ومن الفوق عاوتاني داك العقده ديال اللوز فكتجي من داك الشرفه كتجي معلكه بزاف.
فانا كنصوب اول وحده هكا، من بعد كناخذ الورقه كنرجع كندهنها مزيان بالزيت، كنديرها حتى هي في الاطار وكندهنها بالزيت، وكناخذ البسطله اللي كنا حضرنا وكنديروا الجهه التحتانيه هي يعني كيف ما شفتوا في الفيديو من التحت لتحت، يعني الجهه اللي مطويه بزاف هي اللي كتكون لتحت، باش هكا ما تجيش جهه وحده اللي غليظه بزاف بالورقه والجهه الاخرى كتجي رقيقه. يعني هكا غادي يجيكم نفس السمك ديال الورقه اللي الفوق نفسه هو اللي في التحت، يعني كتجي مساويه. فصافي كنبقى كنجمع الورقه هكا وانا تنزير يدي شي شويه باش ما كتبقاش داك البسيطله دايره الودينات. اما لا رخيتو يديكم وما جمعتوهاش هكا نتوما كدهنوا بالبيض، يعني بالجمعه بالدهنه بالجمعه بالدهنه غادي تجيكم دايره بحال عندها القرون بحال عندها الانطيرات ما كيجيش شكلها زوين. فانتما المهم كدهنوا نتوما كتجمعوا لها داك الودينات داك الورقه كتجمع باش كتجيكم هكا مقاده. وبطبيعه الحال اللي كانت الورقه ديال المغرب راه كتكون افضل بكثير، كتكون يعني طريه وكتعاونك في اليد، يعني كتعطيك الطوع انك ديري لها كيف ما بغيتي، ماشي بحال هادو اللي تيكونوا واجدين بشحال. فصافي كنكمل نفس العمليه ونفس الطريقه مع البسيطلات الاخرين اللي بقاو لنا. دائما تنبدا باللوز وكنكمل باللوز وصافي. كنبقى كنجمع هكا الورقه ديالنا كيف ما قلت لكم، ضروري هكا تزيروا يديكم شي شويه وانتم كدهنوا بالبيض. صراحه الورقه انا الاولى ما تندهنهاش بالبيض، الورقه الثانيه فين كنعاود نديرها كنهز هكاك داك البسيطله وكنعاود نديرها في الورقه الثانيه بعد ما كندهنها بالزيت. عاد كنبقى انا كندهن وانا كنجبد وانا كندهن بالبيض وانا تنجمع لها داك الودينات ديالها بهذه الطريقه هذه. صافي حتى كنبقاو مكملين هكا حتى كنساليو جميع الكميه اللي عندنا. هاد الكميه اللي عطاتكم خرجت لي 9 ديال البسيطلات، يعني جات قد لا في اللوز لا بالنسبه للدجاج لا بالنسبه للبصله لا كلش. فانا طيبت غير 6 و3 خليتهم. كناخذ هكا داك البسيطلات كندهنهم غير بالزيت وصافي وكندخلهم للثلاجه. عفوا كندخلهم للفران، رجع لها الصفاء اش من الثلاجه المهم كندخلهم الفران على 190 درجه. راه كياخذوا الوقت في الطياب، راه خداو لي تقريبا 41 دقيقه ولا 45 دقيقه وهما كيطيبوا على 190 درجه حتى تحمروا لنا. بالنسبه لداك ميني كيك من بعد ما شدوا راسهم فانا زينتهم شويه هكا بالشونتيي وكذلك واحد الحبه ديال الفرومبواز مع طريف ديال الليمون باش كتذكر بانهم ديال الحامض. ومن بعد رشيت فوق منهم واحد شويه ديال البيستاش مهرمش. صافي داك التحليه الاخرى حتى هي زوقتها هكا بشويه ديال الفرومبواز مع واحد العريش ديال النعناع وكتجي غزاله. صدقوني التحليه هذه كتجي واعره، غير جربوها كتجي غزاله. شوفوا كيفاش كتجي عاقده ومتماسكه من داكشي رفيع وخلاص في الفم. داك التكستور ديالها واعره والله البنات، غير جربوها على ضمانتي غادي تحماقوا عليها خصوصا لعشاق الحامض. فصافي ندوز نكملوا باقي الطبيله وباقي الشهيوات. هنايا بعد ما صافي داك البسيطلات عندي راهم تحمروا خديتهم. هنايا صراحه كنت ماشي معاهم دقه مزيونين، في الاخر قلت انا نجهد عليهم الفران واحد شويه دغيا يتحمروا لي، راه عليني ود المغرب الساعات شمتني الفران فوق كنت خليتهم كيف ما كان يكون احسن. المهم ما علينا. المهم البنات هنايا النص كنت رشيته بالسكر كلاصي والنص الاخر دهنته بشويه ديال العسل ورشيت عليه شويه ديال اللوز او عفوا شويه ديال بيستاش مهرمش والنص واحد اخر درت عليه شويه ديال اللوز ايفيلي. المهم تيبقى لكم حريه الاختيار التزيين ديالكم وزينتهم بواحد الوريده من الفوق. وهادو البنات انا كنت نسيت انا صراحه والله الا نسيت ما حليتهمش معكم داك الساعه مازالين طريين. هادو راني يلا حليتهم حتى بقيت كندير المونتاج للفيديو داكشي. صافي غادي نسجل له الصوت عاد كنقول راني ما حليتش مع البنات البسطيله راه كاع ما شافوها وعاد جبتها من الثلاجه وحليتها معكم باش تشوفوها من الداخل كيفاش كتجي. المهم تديوش على الشكل ديالها يعني راه بايته في الثلاجه. فصافي خليت البسيطلات ديالي هنايا غادي ندوزو باش نصوبوا البطبوط معمر. فخديت هنايا ولا مخمرات، خديت هنايا اناء ودرت فيه قياس ديال 2 ديال الزلايف ديال الفورس مع زلافه ديال الفينو، زدت عليهم معلقه صغيره ديال الملحه ومعلقه صغيره ديال السكر وواحد شويه ديال الزيت وزدت عليهم الماء دافي ومعلقه كبيره ديال الخميره. صافي وبقيت كنجمع العجينه ديالي انا جمعتها في العجانه، ممكن نتوما غير بيديكم عادي نفس الطريقه كتعجنوها واحد شويه. صافي ومن بعد كندهن الاناء ديالي وتندير فيه داك العجينه كنغطيها وكنخليها حتى كتخمر. فهاد الاثناء هادي غادي نوجد الحشوه ساهله ما فيهاش شي حاجه كثيره، فيها غير البصله، عندي بصله خضاريه 2 ديال البصلات
وكذلك عندي فلفله وحده خضراء وفلفله حمراء، خديت غير ربع ديالها حيت فلفله كبيره. وصافي قطعت كلشي مكعبات ودرتهم في مقله، زدت عليهم شويه ديال الزيت وزدت عليهم التوابل، درت فيها شويه ديال السكينجبير شويه ديال التحميره ومع الابزار وشويه ديال الملحه. صافي كنبدا كنشحر كلشي مزيان. بعد ما كتنزلي داك الخضر شويه كنزيد عليهم كميه ديال الكفته اللي عندكم، بغيتو ديروهم بالكفته ديروهم، ما بغيتوش تزيدوا غير شويه ديال الخيزو خليوهم غير بالخضر هكاك. صافي حتى كطيب لنا الحشوه وكنديرها في واحد الطبسيل وكنخليها كتبرد. دابا عندي داك المخمرات اولا داك العجينه ديال المخمرات صافي راها خمرات وطلعت مزيان. غادي ناخذها ونقسمها هكا لكويورات لحجم نتوما اللي بغيتو. انا درتهم متوسطين يعني ماشي كبارين بزاف وماشي صغيورين، فدرتهم متوسطين. صافي غادي ناخذ كل كويره ونكركبها ولا نكورها بهذا الشكل هذا، وكنحطهم على جنب اولا تنحطهم فوق طاوله هكا اللي تنكون رشيناها بالدقيق باش من بعد ما تلصقناش هاد العجينه، حيت راه ماشي العجينه ما خليناهاش قاصحه، عفوا ما خليناش قاصحه العجينه، خليناها شويه مرخوفه. فصافي كنكور العجينه كامله. من بعد كناخذ اول وحده كورتها ولا اول وحده كركبتها كناخذها وتنطلقها هكا بالمدلك. غادي ندير الحشوه وسط منها، الحشوه اللي كنا وجدنا، ممكن ديروا اي حشوه كتبغيوها. انا واحد المره درت كل شيء خضر في خضر، يعني درت البصله خضاريه مع الفلفله مع شويه ديال مطيشه ومع الفورماج محكوك، درتهم هكاك ديريكت في هاد المخيمات هادو، جاو غزالين تيحمقوا والله الا جاو البنات ما تشبعوش منهم بطريقه ما فيها حتى ما فيهاش كاع اللحوم. فصافي كيف ما شفتوا راني جمعت انا هاد المخمره ديالي بهذا الشكل هذا، وصافي مباشره كنجمعها كنقرصها، يعني ما كنتسناش عليها في البلاصه تمتم، يعني غير تنجمعها تنبدا كنقرصها. وعندي المقله صافي راها سخونه، كنرش عليها شويش ديال الزيت وكندير فيها هاد المخمره ديالي وكنخليها كطيب. كنحطها وصافي كنرشها من الفوق عاوتاني بشويه ديال الزيت وكنقلبها وكنبقى هكا تنقلبوا في هاد المخمره هذه حتى صافي كطيب لنا. وكنزولوها وكنستمروا بنفس الكيفيه زعما اللي عمرناها مباشره كنقرصوها وكنطيبوها. المهم كنبقى مكمله حتى كنسالي كاع العجينه اللي عندي والحشوه. هاد المخمرات هادو كيجيو البنات غزالين ولذاذين، جربوهم على ضمانتي كيجيو فنين ما تشبعوش منهم. فصافي انا زينتهم هكا واحد شويه ديال المعدنوس مع واحد ميطيشه صغيره تماك درتها في الوسط، المهم شويه ديال الزاز زعما ديال الزواق. صافي بالنسبه هنايا راه كنا صافي وصلنا للمغرب وصافي خاصني نحط دغيا داك البيستيك شديته. شنو درت له؟ غير في مقله، يعني ما جبتش حتى الاخرى حتى البلانشه ما جبتهاش، درت غير في مقله درت فيه شويه ديال زيت البلديه صافي وبديت كنحمرو من الجوايه بجوج صافي. والطبيله ديالي كتكون واجده. كذلك البنات درت الحريره، غير هي الحريره ما بغيتش نصورها معكم لحقاش يلا حطيتها لكم ونفس الطريقه هي اللي كندير، يعني ما كنبدلهاش. صافي هذا الشيء مع الله البسيطلات هادو هما والحريره وداك البيستيك هكا زينتو بشويش ديال المعدنوس مع واحد طريفه هكا ديال الحامض، البيض مسلوق بطبيعه الحال، داك التخربيق الاخر ديال الطبله اللي ديما تيكون. وصافي المخمرات اللي كنا وجدنا. العصير بطبيعه الحال درت العصير اللي ساهل هو اللي تيعجبني ديما نديرو، كنقطع التشين مع لافوكا ومع البنان تنديرهم في الفريغو يعني، وكنخليهم حتى الوقيته ديال الاذان ديال المغرب، وكنزيد عليهم الماء وشي ديال السكر وكنطحن كلشي صافي والعصير تيكون عندي واجد. صافي الحريره كيف ما قلت لكم راه هي وداك التحليه كذلك اللي كنا صوبنا المخمرات، وهذا ما كان والحمد لله. والله يخليك والله يجعل البركه، اللهم اديم نعمه واحفظها من الزوال. شكرا لكم بزاف على حسن المتابعه، نشوفكم في فيديو الجاي ان شاء الله بحول الله. دمتم في امان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله.